السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما أبدأ موضوع الفيديو يا جماعة، بس عايز الناس الأهلاوية حبايبي الجمال، عايز بس أي حد يشوف الفيديو ده يعمل لايك وشير عشان الفيديوهات توصل، أو الفيديو ده بالذات عايز أوضح فيه معلومة مهمة جدا بالنسبة لمباراة الأهلي والمصري. طيب، في البداية طبعا نتيجة الماتش خلصت 2-0 للنادي الأهلي على النادي المصري البورسعيدي. طيب، بعد الماتش ده الأهلي كده له ماتش مؤجل، يعني لعب 5 ماتشات من أصل 6 ماتشات. تمام. النادي الاهلي كده بقى في المركز الثاني بعد المباراه دي برصيد 11 نقطه. طيب، الزمالك بقى برضه في المركز الاول 11 نقطه. طب المركز الثالث بيراميدز 11 نقطه، سيراميكا 11 نقطه، والمصري 11 نقطه. يعني كل الانديه دي في المركز من الاول للخامس بفرق الاهداف فقط، كلهم 11 نقطه. طيب، الاهلي كده هو الوحيد اللي مختلف، لانه لو كسب الماتش المؤجل هيبقى 14 نقطه ويعتلي الدوري العام. طيب، بالنسبه لماتش امبارح، في حاجه بس جزئيه، انا مش هتكلم كتير قوي عن تفاصيل حصلت في الماتش، ولكن انا هقول لك ان عمرو الدسوقي كان في الاستوديو التحليلي، فبعد الماتش قال تصريح يعني انا شايفه انه فيه مبالغه شويه، فانا عايز اوضح حاجه. الكابتن قال ايه؟ هو له كل الاحترام والتقدير طبعا مني. آه، قال انه المصري يستحق الثلاثة بونت، وانه مش من حق النادي الاهلي هو اللي يكسب. الماتش كان بالنسبه للنادي المصري كان احسن. طيب يا كابتن، انت بتستند لهذا الحوار؟ كلامك ده بتستند لايه؟ بتستند لانه المصري له ضربة جزاء اللي هي الكرة طلع يمسكها الشناوي وبعدين حط ايده قدام فخر الدين بن يوسف. طيب، اول حاجة نقطة انا هتكلم فيها انه اراء الناس التحكيميين اللي اتكلموا، المحللين التحكيميين، في توفيق السيد وفي جمال الشريف محلل قناة بين سبورت، اتكلموا عن الماتش ده وعن الكرة دي بالذات. قالوا انه الاعاقة اللي عملها الشناوي يا دوبك حط ايده قدام اللاعب وشالها على طول مباشرة، فما لحقش يعمل اعاقة، وانه اللاعب اصلا عمل سيميليشن، عمل تمثيل في الكورة بالغ قوي في الوقوع، وان هي ضربة لا ترتقي ان هي ضربة جزاء. ده بالنسبة للناس اللي قالت ان هي مش ضربة جزاء للاسباب دي. كابتن سمير عثمان قال حاجة تانية خالص، قال أصلا فخر الدين بن يوسف اتك بالكوع واسبع الخصم في ظهر يحيى عطية الله، والكورة بتتلعب بالعرض. يعني أصلا في فاول على المهاجم بتاع المصري قبل الكورة ما تتلعب، فأصلا لو كانت رجعت من الفار إن هي ضربة جزاء، كان الفار هيرجعها ويقول له لا يا كابتن، في مخالفة على لاعب المهاجم بتاع المصري، يعني الكورة هتتلغي مش هتحسب ضربة جزاء. تمام. انا بقى بقول لك يا كابتن، حتى لو كل ده ما حصلش وهي ضربة جزاء واتحسبت، وارد جدا تضيع، وارد جدا كنت تجيبها يبقى 1-1. الاهلي بقى في حاجات كتير قوي تأهله ان هو ياخد 3 نقط. ال3 نقط ياخدهم الاهلي ليه؟ لانه الاهلي ببساطة راح باربع خمس انفرادات. يعني الانفراد التاني الاخراني خالص بتاع الهدف التاني اللي راح فيه قفشه وامام من نص ملعبنا، انفردوا بالحارس. آه، الانفراد ده اتكرر اكتر من 3 4 مرات طول الماتش. في كورة كانت 4 على 1، 4 على 1، واحنا ما تعاملناش فيها كويس. في كورة تانية كانت شبيهة برضو كرة الهدف، إمام عدى بيها من نص ملعبنا وراح، وكان معاه قفشة ولعبها برضو بشكل يعني بعد ما اتزنق لعبها متأخر. كان برضو قفشة بقى معاه 2 مدافعين والكرة انتهت على كده، ما استغلناش الفرص اللي احنا جات لنا بشكل كويس. انت بقى قول لي ايه المصري عمل ايه غير مثلا إن له ضربة جزاء يا عم؟ انا هقول لك ان هو له ضربة جزاء. ايه اللي حصل تاني في الماتش يدي الماتش للمصري؟ هل المصري له 3 4 فرص محققين؟ هل مثلا له تصويبات على المرمى؟ له مثلا اهداف اتلغت؟ لا، يعني ايه اللي حصل من النادي المصري عشان تقول لي ان هو من حقه ال3 نقط؟ الاهلي عمل ماتش كبير. الاهلي 2-0 دي كانت نتيجة عادية خالص بالنسبة له في الماتش. ونتيجة الفرص اللي ضاعت دي، لو كانت اللعيبة بتاعتنا استغلتها صح، قفشه وامام والناس اللي راحت انفرادات دي، لو كانت استغلت الفرص دي صح كنا كسبنا 4 أو 5 يا كابتن. فما تجيش تقول لي المصري من حقه ان هو يكسب. يعني من حقه ليه؟ هيبقى من حقه ليه؟ ضربة جزاء وفي جدال عليه. قلت لك حتى لو اتحسبت جبت هدف، يعني احنا في 4 5، 4 5 أهداف، يعني برضه هو الأهلي اللي متسيد الماتش. فده كان نقطة عايز أوضحها بالنسبة لماتش امبارح. ولغاية هنا أنا الفيديو خلص، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.